بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هناخد النهاردة أولى محاضرات الفصل الثالث. الفصل الثالث بيتكلم عن إيه؟ عن الحث الكهرومغناطيسي. قبل أي حاجة كده عايز أعرفك بس الوزن ده الكهرومغناطيسي، أي حاجة على وزن كهرو حاجة يبقى إنتاج كهرباء من الحاجة دي. لما أقول لك كهرو حراري يبقى دي إنتاج كهرباء منين؟ من الحرارة. كهرو ضوئي يبقى إنتاج كهرباء من الضوء. تمام الكلام ده ان شاء الله في الفصل الخامس. طيب كهرومغناطيسي يبقى انتاج كهرباء من المغناطيس زي ما هنشوف دلوقتي. كهروبتنجاني يبقى انتاج كهرباء من البتنجان ده. سهله على نفس الوزن بقى. طيب في الفصل الثاني عرفنا ان هانز أورستد لما مرر تيار كهربي في موصلات باشكال مختلفه نتج عنها انتاج للفيض المغناطيسي باشكال برضه مختلفه. هنا بقى دلوقتي في الفصل الثالث جه واحد اسمه فاراداي فكر في فكرة كده ان هو انا لو جبت سلك او ايا كان موصل يعني وعرضته لفيض مغناطيسي هل الموصل ده هينتج لي تيار كهربي؟ العكس يعني في الفصل الثاني مرور تيار كهربي انتج لي فيض. هل انا لو وفرت للموصل ده الفيض هل هو بقى هينتج لي تيار كهربي ولا لا؟ ففاراداي عمل تجربة كده، جاب فيها ملف لولبي بالشكل ده، وجاب جهاز جلفانومتر، تمام، وبعدين مغناطيس بالاقطاب بتاعته عاديه. عمل ايه بقى؟ اول حاجه قرب المغناطيس، لقى ايه اللي حصل؟ لقى ان مؤشر الجلفانو ده انحرف في اتجاه معين ورجع تاني بسرعه. الكلام ده بشكل لحظي. يعني ايه بشكل لحظي؟ يعني في لحظه التقريب بس. يبقى في لحظه ما قرب المغناطيس حصل ايه؟ حصل ان مؤشر الجلفانو اتحرك في اتجاه معين ورجع تاني. طيب وراح مبعده تاني، برضه حصل كالآتي: في لحظة الإبعاد حصل انحراف لمؤشر الجلفانو بس في الاتجاه المضاد ورجع تاني بسرعة. مفهوم الكلام؟ يبقى لما قرب كان في اتجاه معين ولما بعد كان في اتجاه تاني خالص. طيب مبدئيا كده أنا لما وفرت للموصل ده فيض مغناطيسي اللي جاي من المغناطيس أنتج تيار كهربي ولا ما أنتجش؟ أنتج، والدليل اللي احنا شفنا إن في انحراف في مؤشر الجلفانو. حلو، يبقى كده فكرة فاراداي مبدئيا كده ناجحة. طيب من التجربة دي عايزك تستنتج كده 3 حاجات وتاخد بالك منهم مهمين جدا. رقم واحد كده، واضح ان المغناطيس ده مش هيحصل انتاج القوة الدفع الكهربية الا في حال تغير في الفيض المغناطيسي، بالدليل ان ما حصلش انحراف للمؤشر الجلفانو الا في حالة التقريب او حالة الابعاد. تمام، فعشان كده بقول لك مستحيل انتاج قوة دفع كهربية مستحثة، يعني جاية بتحث كهرومغناطيسي، يبقى بنقول مستحيل انتاج قوة دفع كهربية مستحثة من فيض ثابت أو منتظم. يلزم وجود ايه؟ وجود تغير في الفيض المغناطيسي. مفيش تغير مفيش قوة دفع كهربية، رغم ان وجود فيض يعني لو الفيض ثابت أو منتظم مش هيديني قوة دفع كهربية. والدليل على كده ان احنا شفنا في التجربة دي ان المؤشر ده ما اتحركش الا في لحظة التقريب او لحظة الابعاد. طب لو ثبته هلاقي ان المؤشر جاي عند ايه؟ جاي عند المنتصف اللي هو صفر تدريج في المنتصف ده. طيب دي كانت اول واحدة. الحاجة التانية عايزك تاخد بالك منها ان واضح كده برضو من التجربة دي ان اتجاه القوة الدفع الكهربية اللي هيتم انتاجها او اللي هيتم حثها في الدايرة اللي قدامك دي بتتوقف على ايه؟ اتجاه القوة الدفع الكهربية بتتوقف على نوع التغير اللي حصل ده، هو بيقرب ولا بيبعد. احنا اتفقنا دلوقتي ان هو بيقرب كان في اتجاه معين ورجع تاني بسرعة، وهو بيبعد كان في اتجاه تاني ورجع تاني بسرعة. يبقى تتوقف من هنا لنا ايه؟ تتوقف اتجاه القوة الدفع الكهربية في الملف على نوع ايه؟ نوع التغير. سهل الكلام؟ طيب رقم 3 والأخيرة، ده اللي كمله بقى فاراداي في الكلام بتاعه. طيب قال ايه بقى؟ دلوقتي احنا عارفين ان الفيض المغناطيسي بيطلع من المغناطيس بالشكل ده، طبعا من النورث رايح للساوث، فطبعا هيكون الملف معرض للفيض المغناطيسي ده. فانا عايز اسالك كده سؤال وقلت لك هل
لما يكون معايا نص عدد اللفات اللي معايا دي هينتج لي نفس الطاقة الكهربائية اللي هينتجها الملف كامل بالشكل ده؟ الإجابة طبعا هتكون أقل. قوة دفع الكهربية اللي هيتم إنتاجها في الحالة دي هتكون أقل. ليه؟ لأن دلوقتي واضح إن كل لفة بتتأثر بالفيد، فبتطلع لي بتساهم لي بقوة دفع كهربية بمقدار صغير. طيب واللفة اللي بعدها بنفس المقدار، اللفة اللي بعدها بنفس المقدار، وليكن يعني بنفس المقدار، واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها وهكذا. يبقى القوة الدفع الكهربية المحصلة في الآخر بتساوي إيه؟ أكيد بتساوي مجموع المقادير دي كلها. فده معناه إن كل ما أزود عدد اللفات كل ما هيكون القوة الدفع الكهربية اللي هيتم حثها أكبر. مفهوم الكلام؟ يبقى الحاجة التالتة اللي عايز أتكلم فيها هنا بنقول تتوقف المقدار بقى اللي فوق، تتوقف اتجاه. المرة دي تتوقف مقدار القوة الدفع الكهربية على إيه؟ على حاجتين. إيه هما الحاجتين دول؟ أول واحدة لسه متكلمين عنها أهي، عدد اللفات، عدد لفات الإيه؟ الملف، دي رقم واحد. طيب الحاجة التانية تتوقف عليها القوة الدفع الكهربية سرعة المغناطيس ده، هو بيقرب أو هو بيبعد. هل لما أقرب المغناطيس ده ببطء زي ما أقربه بسرعة؟ لما أقربه بسرعة بيحصل انحراف للمؤشر ده بشكل أكبر. يعني إيه انحراف بشكل أكبر؟ يعني في قوة دفع كهربية مستحثة بشكل أكبر. مفهوم الكلام؟ يبقى ده معناه إن القوة الدفع الكهربية كقيمة بتعتمد برضو على إيه؟ بتعتمد على سرعة المغناطيس. يعني إيه بقى سرعة المغناطيس؟ يعني المعدل الزمني للتغير في الفيض المغناطيسي، اللي هي بنسميها دلتا فاي ام على دلتا تي. تمام؟ أي حاجة كمعدل زمني دي سرعة، زي مثلا معدل الزمن التغير في المسافة أو في الإزاحة، دي سرعة جسم. تمام؟ يبقى دلتا فاي ام على دلتا تي أهي معدل زمني، يبقى دلتا فاي ام على دلتا تي يعني سرعة المغناطيس أو المعدل الزمني للتغير في الفيض المغناطيسي. طيب لغاية كده الكلام اللي قاله فاراداي واضح من التجربة بتاعته إن فعلا بيتم إنتاج القوة الدفع الكهربية زي ما قلت لكم من شوية عن طريق إيه؟ عن طريق إن أنا أوفر للموصل ده أو للملف ده فيض، بس أهم حاجة قلنا إنه يكون متغير. علشان كده بنقول إن الحث الكهرومغناطيسي هي إيه؟ هي ظاهرة تولد قوة دفع كهربية مستحثة فين؟ في ملف، نتيجة إيه؟ نتيجة تغير الفيض المغناطيسي الذي يقطع إيه؟ يقطع لفاته، أو نتيجة تعرضه لفيض متغير. أهم حاجة يكون في معايا إيه؟ تغير في الفيض. حلو، يبقى الحث الكهرومغناطيسي هي ظاهرة تولد قوة دفع كهربية مستحثة في ملف نتيجة تعرضه أو تعرض لفاته لفيض متغير. طيب كمل بعد كده فاراداي قال إيه؟ هنجيب مقدار القوة الدفع الكهربية عن طريق الاستنتاج الآتي. بنقول إن ال EMF المستحثة دي القوة الدفع الكهربية طبعا بشكل لحظي بيتناسب طرديا مع إيه؟ مع حاجتين، مع ال N، وبيتناسب برضو طرديا مع الدلتا فاي ام على دلتا تي، مع ال N دلتا فاي ام على دلتا تي. طيب يبقى كده ال EMF بتساوي إيه؟ أو بتتناسب طرديا مع إيه؟ مع الاتنين على بعض، ال N في الدلتا فاي ام على دلتا تي. في الرياضة كنا بنعمل إيه؟ كنا بنشيل علامة التناسب ونحط يساوي كونستانت، يبقى ال EMF بتساوي إيه؟ بتساوي ثابت في N على دلتا فاي ام على دلتا تي. الكونستانت هنا بقى بيساوي إيه؟ بيساوي -1. يبقى في النهاية القانون هيبقى كالآتي، يبقى ال EMF بتساوي -N في دلتا فاي ام على دلتا تي. ده قانون القوة الدفع الكهربية المستحثة بالحث الكهرومغناطيسي، ده بنسميه قانون فاراداي. ده كده قانون إيه؟ قانون فاراداي. يبقى تعريف قانون فاراداي بسرعة بنقول إن القوة الدفع الكهربية المستحثة في موصل أو في ملف بتتناسب طرديا مع عدد اللفات وكذلك مع المعدل الزمني للتغير في الفيض المغناطيسي. مفهوم الكلام؟ وده طبعا القانون بتاعه. ايه بقى حوار السالب دي؟ السالب دي خاضعة لقاعدة لينز.